هذا الجنون يا آخر؟ مالي جنوني هذا. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم، مرحبا إخواني أينما كنتم، مرحبا بكم في فيديو جديد. انتهت منذ قليل مباراة القمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، والتي شهدت مهرجانات تهديفيا كبيرا على ملعب متروبوليتانو، حيث حسم أتلتيكو مدريد المواجهة ب5 أهداف مقابل هدفين في لقاء تاريخي حمل الكثير من الإثارة والندية منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية. تفاصيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: دخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري، بينما اعتمد أتلتيكو مدريد على أسلوب الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة، وبالفعل تمكن أصحاب الأرض من فرض سيطرتهم من البداية لينجحوا في هز شباك ريال مدريد مبكرا وسط دهشة جماهير الملكي. شهدت المباراة تألقا استثنائيا من مهاجمي أتلتيكو مدريد، حيث سجل الفريق 5 أهداف كاملة جاءت من جمل تكتيكية سريعة وأخطاء دفاعية قاتلة من جانب ريال مدريد. تنوعت الأهداف ما بين تسديدات قوية من خارج المنطقة وإنهاءات دقيقة داخل الصندوق، ما جعل الحارس عاجزا عن التصدي لها. هذا الأداء الهجومي الكاسح أكد جاهزية الروخي بلانكوس للمنافسة على الصدارة بقوة. رغم الخسارة الثقيلة، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدفين بفضل محاولة فردية من نجومه، حيث أحرز فينيسيوس جونيور هدفا رائعا بعد اختراق دفاع أتلتيكو مدريد، بينما جاء الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى أربكة الحارس، إلا أن هذين الهدفين لم يشفعا للفريق أمام التفوق الكاسح للمنافس التقليدي. عانى ريال مدريد كثيرا على مستوى الدفاع، حيث ارتبك لاعبوا أخطاء متكررة استغلها مهاجمو أتلتيكو مدريد بذكاء. وأن وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.